ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. انا النهارده جاي اقول لكم تجربتي البسيطه جدا في ان انا ازاي احسن مستوايا في الانجليزي. ليا تجربه كبيره قوي بصراحه. انا زي اي حد كان بيحاول ان هو يسعى ان هو يحسن مستواه في الانجليزي. انا الحمد لله كان مستواي في الدراسه كويس، ده طول عمري بحب الانجليزي بس اكاديميك. لكن ان انا اعرف اتكلم بشكل كويس، لا، كانش احسن حاجه. الإنجليزي ده بالنسبة لي كان مجرد كلمات وقواعد وستوري كده صغيرة أقراها وأفهمها وأحل الكومبريهنشنز الموجودة، بس كده خلاص، كده ده الإنجليزي بالنسبة لي، وموضوع تعبير بنحفظ له كلمتين بس. هو ده كان الإنجليزي. لما بدأت إن أنا أسعى بقى إن أنا محتاج إن أنا ألاقي فرصة شغل، لازم مستواي في الإنجليزي يكون كويس، فبدأت إن أنا أدخل انترفيو. مستواي للأسف ما كنتش بتقبل. طب ليه؟ والله معلش، اصل انت نطقك ما كانش كويس، انت مش عارف ايه كده. تجربة كبيرة قوي قوي قوي. تمام. لفيت كتير في بعض الناس يعني، نصحوني لا، خد كورس مثلا مع ناس وابتدي تتحسن وكده. اخدت كورس والصراحة مفيش استفادة. الخلاصة، انت عشان تحسن مستواك في الانجليزي هو الموضوع عايز جدية. تمام. لو انت مش حاطط هدف قدامك مش هتشتغل. انا بكلمك بجد، انا بدأت وقفت بدأت وقفت بدأت وقفت كذا مرة. تمام. لكن لما تبتدي تحط قدامك هدف، لا، انا محتاج بجد ان انا اشتغل على نفسي، محتاج ان انا اتحسن، محتاج ان انا اخد خطوة لقدام، وتعرف ان العائق الوحيد اللي قدامك هو ان انت لازم تحسن الانجليزي ايا كان تخصصك هو ايه. فهنا انا جاي اقول لك شوية خطوات. انا استعنت بالله وحاولت ان انا اخد بالاسباب وابتدي فيهم، وهم حرفيا هيساعدوك. هتوصل امتى؟ دي حاجة معتمدة، اول حاجة ده توفيق ربنا. تمام. دي حاجة معتمدة برضو على مستوى المجهود اللي انت بتبذله. انت بتبذل مجهود قد ايه؟ هل انت من نوعية الناس اللي بتقعد نص ساعة زي حالاتي مثلا، ربع ساعة مثلا، بتحب تشتغل كده؟ انا عن نفسي في ايام قعدت فيها من ربع ساعة لنص ساعة في اليوم، ما بزودش عن كده. تمام. طب في ناس مقدرتها انها تقعد ساعة او ساعتين تلاتة. طبعا طول ما انت بتزود عدد الساعات والمجهود بتاعك، بس بتبذل مجهود بشكل صحيح، ده هيفرق معاك كتير وهيخلي مستواك يتحسن اسرع. فدي حاجة متوافقة او بتقف عليك انت. اول حاجة انا جاي اكلمك عنها هي مهارة الاستماع. الفيديو الجاي هيكون عن مهارة تانية، الاستماع. الاستماع ده من الاخر كده يعتبر البوابة لتعلم اللغة. طب انا هسمع ايه؟ بكل بساطة، انا دخلت انترفيو. تمام. اتقال لي احمد انت محتاج انك تسمع راديو. اشمعنى راديو؟ اصل الراديو برضو بيظبط الانتونيشن شوية. فانت هنا في الاستماع هنبتدي نعمل حاجة بسيطة قوي. بدل ما هنسمع اغاني، انا من نوعية الناس كنت بحب اسمع اغاني. تمام. ما تسمعش اغاني، نصيحة مني، او قللها وخلي بدلها مثلا اسمع 6 minute English او راديو. ايا كان الراديو هو ايه، بس المهم إن يكون انجلش. راديو يكون ايه قصدي معناه مثلا بريتش او امريكان، ايا كان، بس المهم ان انت تسمع انجلش من نيتيف. ده هيفرق معاك كتير. لو انت بقى حابب تبقى احسن يعني تسمع وتقرا، او تسمع وعينك تكون على السبتايتلز، فهنا بنصحك بابليكيشن تيد. يعني ده من احسن الادوات اللي تقدر تستخدمها في تحسين اللغة الانجليزية. تمام. وشوف ايه التخصص بتاعك. يعني انا مثلا من نوعية الناس اللي بتحب السيكولوجي. تمام. انا بحب السيكولوجي والمنتل هيلث والحاجات دي. فانا محتاج ان انا اسمع حاجات عن المنتل هيلث والسيكولوجي والاويرنس والحاجات الجميلة دي كلها. هسمعها بس بالانجلش. هل ده مش هيحسن مستواي؟ هيحسن مستواي. طب انت هتسمع وما بتقراش؟ لا، ما انا بتسمع. السماع ده لوحده بيخليك تفتكر كلمات انت نسيتها، بيخليك تاخد بالك من نطق كلمات انت كنت بتنطقها غلط. تمام. دي اول مهارة بقول لك، اتعلم ان انت تسمع. اسمع كل يوم بقى من ربع ساعة، نص ساعة، ساعة. امشي بنظام ايه انت مقدرتك تعمل ايه النهاردة. ما تقولش اصلا انا للاسف قعدت ساعتين النهاردة، بكرة هبقى ساعتين. ايا كان، انا اللي يهمني الالتزام، ان انت تسمع كل يوم
ايا كان الوقت ايه، ان شاء الله حتى 5 دقايق. انت ممكن يوم تعبان، في يوم تاني لا، في يوم تاني انت نشيط جدا وعندك استعداد انك تبذل مجهود كبير، في يوم اخر مثلا انت يعني ظروفك مش احسن حاجة. فانا عايز الاستمرارية في كل الاوقات والظروف دي كلها، هو ده اللي هيساعدك انك تاخد خطوة لقدام. تمام. بكرة ان شاء الله او بعده او الفيديو الجاي هنتكلم عن مهارة تانية. سلام.